اول مره اقرا كومنتات كتيره جدا على حاجه نزلت. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على اللي اتقال. طبعا في كتير قوي لانه عدد كبير جدا جدا، ما اعرفش، مش عارفه 2000 نفر ولا حاجه كده، انما منهم 500 لازم هم ضروري عارفين نفسهم. ما تروحوا يا جماعه تتعالجوا. انتوا طب انتوا عاوزين ايه؟ اعتزل؟ ضروري الواحد هيعتزل. هو هيقعد طول العمر يفضل يكلمكم؟ وممكن يعتزل بدري شويه، يعني الاسبوع الجاي ما تلاقونيش، لاني خلاص بقى خنيقه زهقت. يعني مش على اخر العمر الواحد ياخد ده كله. بالراحه على نفسكم. وبعدين في حاجه تانية كمان، انه الناس بتبص للناس بتستكتر عليها الابتسامه، بتستكتر عليها الصيت ولا الغنى، ان ده عنده وده عنده. وليه ان كل الناس اللي بتضحك تبقى سعيده وعندها ملايين؟ ليه كل الناس ان ربنا مديها طله، او مديها قبول، او مديها اي حاجه كويسه؟ ليه لا؟ ما تقولوا الحمد لله، يا ريتنا نبقى زيه، وبسم الله ما شاء الله، ومن شر حسد اذا حسد. انتوا ايه اللي يريحكم؟ اعتزل؟ قولوا لي ايه اللي يريحكم كمان. عندي 80 سنه، حلو، وغلبانه وعيانه وعندي سرطانات. ايه اللي يفرحكم؟ مفيش حاجه حلوه بتفرحكم؟ طيب انا عندي 80 سنه وعامله 7000 عمليه وعندي سرطان، ايه بقى؟ وهعتزل وهموت قريب. طب هدوا نفسكم والنبي، والله ما هو عشاني. انا مش جايه اعمل مستقبل واربي عيالي. انا جايه فرحانه بيكم. انا بعمل اوفر تايم. انا مبسوطه بيكم وسعيده وبتشرف بكلامي معاكم. حبوا بعض شويه، شغلوا ده شويه.